السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايبي هنعمل مع بعض صينيه الجمال دي. صينيه كده تدفي، تحسسك بالدفى. تعالوا نشوفوا كده الجمال ده اتعمل ازاي. احنا هنعملها، ما هي صينيه بطاطس ولا صينيه خضار، عشان تبقوا عارفين صينيه حكايه. انا عايزاكم بس تكملوا الفيديو معايا للاخر وتشوفوا الجمال ده اتعمل ازاي. بس يا ريت قبل ما نبدا، انا رشا محمود ودي قناتي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك. ويلا كده حبايبي نشوفوا الجمال ده اتعمل ازاي ونقول بسم الله. اول حاجة معايا هنا مية في حلة على النار، هنزل فيها بالطماطم والجزر الحلقات والبصل، وعندي هنا فلفل اسود حصى وحبهان وورق لورا وعود قرفة، وهنزل بالكلام ده كله كده في المية بتاعتي قبل ما تغلي. انا طبعا مولعة عليها. المية دي هتغلي، هنزل فيها بالفراخ بتاعتي. المية دي هي الشوربة اللي احنا هنعملوها، فلازم نحبشها كده ونخليها جميلة. نزلت بالفراخ، الفراخ دي انا غسلها كويس طبعا وحطاها في محلول النقع اللي احنا قلنا عليه قبل كده. نزلت بيها انا الورك، قسماه نصين، الصفحة لوحدها والدبوسة لوحدها. زي ما انتوا شايفين نزلت بكمية الفراخ بتاعتي في المية بعد ما المية غلت، يعني مش قبل كده. لازم المية تغلي معايا وانزل بالفراخ كده زي ما انتوا شايفين. والفلفل الاسود الحصى هنا في الشوربة مهم، لان لو فلفل اسود ناعم هيغمق لي الشوربة وانا مش عايزة كده. بنشيل اي ريم من عليها. بعد كده بنزل عليها بشوية الملح اللي انا محتاجاهم للشوربة بتاعتي. الملح ده بيتحط يعني قبل السوى بربع ساعة او في اخر السوى، مش عايزاه من الاول. خلاص كده هسيبها بقى تستوي، وهنيجي كده في طاسة تانية على النار، حطيت مكعب زبدة على شوية زيت، ونزلت بكيس لسان عصفور، مكرونة لسان عصفور. هحمصها كويس واوطي عليها، بلاش نعلي عليها علشان ما تتحرقش معايا. انا عايزاها كلها تاخد لون ذهبي جميل، يعني بالراحة عليها ووطي عليها النار وحمريها براحتك. شايفين اللون ده؟ انا مش عايزاها بقى تتلسع والاقي لسان العصفور بقى حباية وحباية، لا. حمصته حلوة قوي ومسكته بقى، طبعا نزلت بيه في بولة بره، وفي نفس الطاسة هعمل فيها باقي الخلطة بتاعتنا. نزلت هنا بمعلقة سمنة بلدي صغيرة، نزلت عليها بقى ببصلاية كده متقطعة، يعني قطع صغيرة جدا. ممكن تفرميها في المفرمة بس بلاش تبشريها، انا عايزاها قطع صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هقلبها، انا مش هخليها تاخد لون، انا بس هشم ريحتها الجميلة ديت معايا بدأت تطلع، والبصل بدأ يدبل يعني ما ياخدش لون. زي ما احنا شايفين ما خدش لون معايا. هبدأ انزل بقى بالثوم اللي انا مقطعاه برضو قطع صغيرة جدا معاه. قلب البصل والثوم لحد ما تشم ريحة الثوم الجميلة، وبرضو نخلي بالنا انهم ما ياخدوش لون. انا مش عايزة الحاجة تتلسع معايا وتاخد لون ويبقى وحش في لسان العصفور، لا. انا عايزة كده الحاجة دي تدبل بس كده وريحتها الجميلة تطلع. هنزل بقى بشوية بسلة وجزرتين مبشورين زي ما احنا شايفين كده. البسلة هنا عندي متفرزة، فطبعا زي ما قلنا قبل كده لو البسلة متفرزة عندك ما فيش داعي ان انتي تسلقيها. اما لو البسلة طازة وانتي لسه جايباها لازم تاخد سلقة، يعني غلوة او اتنين كده، وبعدين نعمل اللي احنا بنعمله ده، ان احنا نضيفها على البصل والثوم. هقلبهم كلهم كده يدوب يشموا من البصل والثوم ويختلطوا بيه. هنزل بالتوابل. التوابل بتاعتي عبارة عن ايه؟ هي المطحون، فلفل اسود، توابل فراخ، وطبعا الكمية ترجع لك، حابة تزودي زودي. وهقلب التوابل كده مع بعض زي ما احنا شايفين. إيه على فكرة الطريقة دي في مكرونة لسان العصفور بجد لو جربتوها والله بجد مش هتعملوا مكرونات ولا رز. معلقة صلصة كبيرة، الصلصة الجاهزة العادية بتاعتنا، وهقلبها واخلط كل الخضار ده كده بالصلصة بتاعتي بالبصل بالثوم. عايزاه كله كده ياخد سخونية النار زي ما بيقولوا، يعني عايزة الصلصة بتاعتي تختلط تماما بالخضار الجميل ده. وبرضو حدي وقت للجزر ان هو يدبل معايا. خلاص قلبته كله كده وكله سخن مع بعضه. انزلي بقى بلسان العصفور الجميل اللي لونه ذهبي ده على الخضار بتاعنا. كل ده والنار متوسطة وتحت المتوسطة، يعني انا عايزة نار هادية خالص في المرحلة دي. هقلبه كويس كده
انا ما حطيتش ملح ومش هحط ملح دلوقتي خالص، لان هنشوف دلوقتي مع بعض هنعمل ايه. الملح مش هحطه دلوقتي لان انا عايزة اسوي لسان العصفور ده بالشوربة، والشوربة طبعا احنا حاطين عليها ملح، فلازم يكون الملح بحساب. خلاص قلبت الخضار بلسان العصفور كده معايا. هجيب بقى الصينية اللي هبدأ احط فيها الحاجة دي كلها عشان ادخلها الفرن. انزلي بقى بالجمال ده في الصينية بتاعتك. زي ما احنا شايفين الالوان يعني بتتكلم عن نفسها. هفرده كويس في الصينية، وهكون مشغلة الفرن بتاعي طبعا من قبل كده ان هو عايزاه يبقى سخن مش عايزاه بارد. وانا بجهز الصينية بتاعتي دي هفرد كده لسان العصفور حلوة قوي في الصينية بتاعتي عشان هبدأ ارص عليها الفراخ طبعا اتسلقت وطلعتها من الشوربة. بردت معايا وبدأت ارصها في الجمال ده. الاول هحط الشوربة، هنزل الاول بالشوربة بتاعتي. الشوربة دي بتاعت المرقة بتاعت الفراخ، هنزل بيها كده بالراحة عشان انا عايزة اسوي لسان العصفور دي في الشوربة. هغطي لسان العصفور بالشوربة بتاعتي، هحط كده بالراحة. الشوربة طبعا معايا هنا سخنة مش باردة. هو ده بقى اللي هيسوي لي لسان العصفور وهيخلي لي طعم مكرونة لسان العصفور دي حكاية. يعني لما تسويها بالمرقة هتبقى جميلة معاكي جدا. هبدأ بقى ارص الفراخ. زي ما احنا شايفين الفراخ اتسلقت معايا واسلقها حلو جدا، يعني مفيش مشكلة. يعني سلق الفراخ بتاعتك كويس جدا، ما تقوليش نص سوا هتستوي في الفرن، لا. لسان العصفور اصلا مش هياخد وقت معاكي في الفرن. لسان العصفور يا دوب اول ما هتدخليه هيبدأ يشرب المرقة بتاعته، هتلاقيه استوى في ساعتها وهياخد سوى الخضار معانا. هيطلع معاكي صينية ملهاش حل. بجد انا متأكدة ان انتوا لو عملتوا الطريقة ديت في لسان العصفور هتعملوه بدل الرز. طريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت تغيير في الاكل كمان عن الرز والمكرونة اللي احنا زهقنا منه. خلاص رصيت الفراخ بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. عايزة بقى اظبط الصينيه بتاعتي شويه. همسك بقى هنا بوله. فيها ايه البوله دي؟ عباره عن ايه؟ معلقه من الزيت، عليها معلقه زعتر وبابريكا هي اللي عطياني اللون الجميل ده، وشويه ملح وشويه فلفل اسود. وهبدا كده بالفرشه إيه ادهن الفراخ. يعني شايفين الجمال بقى؟ انا مش عايزه اقول لكم الفراخ كان طعمها ايه بالخلطه الجميله اللي احنا عاملينها دي. وكمان ريحتها في الفرن كانت خطيرة بالزعتر اللي احنا حاطينه على الخلطة بتاعتنا. دهنت الصينية بتاعتي كلها كده، وكمان دهنت الطماطم اللي انا حطاها ديت. الطماطم دي هتطلع مشوية ايه رائعة بجد. طبعا هتغطي الصينية بتاعتك في الاول علشان معايا لسان العصفور والخضار ده يستوي درجة حرارة متوسطة. هتغطيها طبعا. وبعد ما تلاقي لسان العصفور شرب الشوربة بتاعته او المرقة اللي احنا حاطينها، هتعيني الغطا من عليها او ورق الفويل اللي هتدخلي بيه، وتخلي الفراخ بتاعتك تاخد لون. الفراخ بقى هتطلع بالصوص اللي احنا عملناه ده ملهاش حل بجد. والطماطم كمان طالعة مشوية طعمها رائع. لسان العصفور معانا طلع يعني مش عايزه اقول لكم لا معجن ولا في اي حاجه. الصلصه عطته لون جميل جدا، المرقه عطته طعم جميل جدا. وعايزاكم كمان بعد ما تحطوا المرقه تشوفوا نسبه الملح في لسان العصفور هل هو محتاج ولا لا، علشان احنا قلنا مش هنحط ملح الا بعد ما نضيف المرقه. انا هحتاج معايا ملح طبعا فضفت لها شويه ملح. اهم حاجة ان احنا نظبط الملح بتاعنا لما نحط الجمال ده، ونخلي بالنا وهي بتستوي في الفرن هيطلع معاكي احلى صينية تدفيكي. يا سلام بقى لو حطيتي جنبها طبق شوربة كده من الشوربة بتاعتنا اللي احنا حاطين فيها الخضار الجميل ده. عايزة اقول لكم ان الشوربة كان طعمها خطير. حبايب قلبي جربوا طريقة الصينية الجميلة دي اللي هتحسسكوا بالدفى. بجد هتعملوها على طول، مش هتعملوا بقى لا رز ولا مكرونة. حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.